ماشيين بخطى سليمة نحو النجاح، تهب علينا عاصفة تحاول توقف النجاح. نبدأ أخبارنا الحلوة اللي تخص نادي الزمالك. الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر يفتتح راديو الزمالك. هنا راديو الزمالك صوت كل زملكاوي. والخبر الثاني، نادي الزمالك يتصدر قائمة الكلين شيت في أول جولتين، ومحمد صبحي لن تهتز شباكه في أول مباراتين. الخبر الثالث اللي معايا، اللاعب أحمد فتوح يوجه اعتذارا رسميا لجمهور نادي الزمالك ولإدارة نادي الزمالك عن ما بدر منه في الفترة الأخيرة. الخبر الرابع يخص اللاعب أحمد فتوح بعد ما قدم اعتذاره الرسمي. خلاص إدارة نادي الزمالك وجون إدوارد ومدرب نادي الزمالك رجعوه تاني يتدرب تدريبات الجماعية قبل مواجهة مودرن سبورت. والخبر الخامس، مدرب نادي الزمالك يانيك فيريرا خلاص استقر على البدء باللاعب عدي الدباغ أساسي في الماتش الجاي. والخبر السادس، اللاعب شيكو بنزا اجتاز الاختبار الطبي قبل مران اليوم وهو جاهز لمباراة مودرن. والخبر السابع، نادي الزمالك قام بتسوية مستحقات اللاعب مسلاك وخلاص انهى الازمة. والخبر الثامن، نادي الزمالك قام بتسوية مستحقات المدرب السابق جوميز وخلاص انهى الازمة مع المدرب. والخبر اللي معايا يخص اللاعب عمر فرج. اداره نادي الزمالك قررت ان هي يا اما هتبيعه يا اما هتطلعه اعاره، واللاعب يخوض تدريبات منفرده. والخبر التاسع، نادي الزمالك اخطر لجنه شؤون اللاعبين بعدم وجود اي مستحقات متاخره للاعب احمد السيد ميزو عند نادي الزمالك. والخبر العاشر، اداره نادي الزمالك عملت محاولات كتيره مع اللاعب محمد السيد لاعب ناشئين نادي الزمالك لتمديد عقده وتجديد عقده مع النادي، لكن اللاعب رافض تماما ان هو يجدد لنادي الزمالك عشان هو ماضي لنادي تاني وحابب ان هو يروح له فري، وعشان كده نادي الزمالك قرر ان هو يجمده وينزله يتدرب مع الناشئين. والخبر اللي معايا يخص اللاعب حسام عبد المجيد. اداره نادي الزمالك تواصلت مع اللاعب وخلاص وصلوا لاتفاق لتمديد عقد اللاعب لمده 4 مواسم مع نادي الزمالك قادمه. والخبر اللي معايا يخص اللاعب احمد حمدي. اداره نادي الزمالك وصلت لاتفاق مع اللاعب وجون ادوارد خلاص هيمدد عقد اللاعب لمده 3 مواسم قادمين، واللاعب موافق جدا على كل شروط نادي الزمالك. والخبر اللي معايا يخص اللاعب دونجا. بعد ما اتصاب في المباراه السابقه الفحص الطبي اثبت انه اتصاب اصابه بكدمه شديده في الركبه، ودلوقتي بيتم عمل برنامج تاهيلي ليه وهيكون متواجد قريبا. والخبر اللي معايا يخص اللاعب احمد ربيع تعافى بنسبه 100% من الاصابه وهيعود من الجوله الرابعه تدريجيا. سياده المستشار مرتضى منصور نزل على صفحته الرئيسيه قال بعد قليل في خبر هام جدا بخصوص ارض 6 اكتوبر. حسام المندوب نزل على صفحته الرئيسيه وبيقول نادي الزمالك بدون ارض 6 اكتوبر لن تقوم له قائمه ولازم ارض 6 اكتوبر ترجع. المستشار القانوني لنادي الزمالك كمال شعيب نزل على صفحته الرئيسيه وبيقول كل اوراق نادي الزمالك سليمه وكل تراخيص نادي الزمالك سليمه وارض 6 اكتوبر راجعه تاني لنادي الزمالك. الخبر الاخير، مدرب نادي الزمالك بعد المباراه السابقه تعرض لوعكه صحيه وهو دلوقتي بقى سليم 100% وقاد لعيبه نادي الزمالك في مران اليوم.